السلام عليكم. اليوم راح نسوي تحليل مال مي اللي هو مي الشرب اللي معظم العوائل العراقية تشربه، واللي هو مي السالة مثل ما تشوفون قدامكم. هذا مي السالة اللي يشربوه معظم العوائل العراقية، ومي مال الفلتر اللي هو حاطيه بالبراد كذلك. مو مي انابيب او هاي الابطال الكبار، لا، فلتر هاي مال اوزون اللي بالمكاتب موجود. اول شغلة راح نحلل المي ونشوف نسبة الاملاح اللي بيه. المي بصورة عامة الأملاح من 10 إلى 30 صحيح، دون 10 يسوي جفاف، فوق 30 يسوي تسمم. هذا صور نسبة الأملاح 17 درجة، واللي هو زين يفيد الجسم. راح نقيس نسبة الأملاح بالمي مال الإسالة. نسبة الأملاح 349، واللي هو خطر جدا طبعا. هسه راح اشوفكم تحليل المياه، وهذا الجهاز الكترولايزر راح يفصل الهيدروجين عن الاكسجين. راح تشوفون المي. بسم الله. هذا مي الإسالة وهذا مي الفلاتر. مثل ما تشوفون المي بدأ يتحلل على كل قطب أكسجين والقطب الآخر هيدروجين، واللي يبقى جزيئات الماء اللي هي موجودة بالمي، هي من دهون، حديد، نفط، مالت الفينول. على فكرة المي طبعا اثنيناتهم باردات، يعني من الإسالة بارد والبراد بارد. نكتفي بهذا القدر من التحليل. على فكرة هو اكو قياس مع درجة الحرارة، هذا بارد ما في أي درجة حرارة، وهذا هيك شوي حار جدا. ليش؟ لأن يحتوي على ذرات حديد. المادة الفوق اللي هي مادة الفينول دهون، المواد اللي دائما تدور حول الأنبوب السالة من زنجار مزنجار. لو تلاحظون هسه طبعا بعد فترة وجيزة من الوقت راح تنزل المواد اللي هي على شكل طحالب ودهون. هذه المادة الصفراء اللي تشوفوها هي الأملاح اللي يحتاجها الجسم، اللي هي نسبتها 17. بس